اسمعوا لي بقى صوت الطشة الحلوة دي. تعالوا نعمل بقى صينية بسبوسة حلوة جدا، سهلة وبسيطة وأي حد يقدر يعملها. وكمان لو البسبوسة مش بتنجح معاكي فبعد الفيديو ده إن شاء الله هتبقى مظبوطة. هنقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وتعالوا نشوف وصفتنا بسيطة جدا. تعالوا بقى نشوف المكونات. معانا كده في بولة كوباية سكر، كوباية إلا ربع من اللبن، وكمان كوباية إلا ربع من السمنة. هاخد كده نص السمنة هدوبها مع اللبن والسكر، وبعد كده هسيب النص التاني هقول لكم هنعمل بيه ايه. معانا كمان معلقة عسل كلوكوز او عسل نحل، او كمان ممكن شربات يكون تقيل بتاع الكنافة. هنرفعهم على النار لحد ما السكر بس يدوب معانا، يعني احنا مش عايزينها تغلي ولا اي حاجة، احنا عايزين بس السكر يدوب يبقى بالشكل ده. هنركنها على جنب عشان محتاجينها ان هي تبقى بدرجة حرارة المطبخ. معانا نص كيلو دقيق بسبوسة، وضروري جدا ان احنا نجيبها من مكان موثوق فيه، علشان خاطر دقيق السميد بيبقوا ضايفين عليه دقيق، فعشان كده البسبوسه ما بتطلعش ناجحه معاكي. فضروري جدا ان احنا نجيبها لا اما اكياس مقفوله زي سنبله الفرات، او نجيبها مثلا دقيق سميد 5 نجوم، او ممكن نجيبها من اي عطار تكوني واثقه فيه او اي مكان تكوني واثقه فيه ان هو هيديكي دقيق سميد صافي مش ضايف عليه اي حاجه. هنضيف بقى عليه بقيه السمنه اللي كنا سايبينها في اول الفيديو، وهنبسها كويس جدا لحد ما تتشرب كلها السمنة. بعد كده هنضيف بقى عليها الخليط اللي احنا كنا عاملينه في اول الفيديو، ومش هنقلب كتير، يا دوب بس احنا هنشرب كده السميد السوائل اللي احنا كنا عاملينها. خلاص كده البسبوسة بتاعتنا خلصت معانا. هنضيفها بقى في صينية 30 نص كيلو البسبوسة، مظبوط جدا على صينية مقاس 30. دهنينها دهنة سمنة، وبعد كده هننزل بقى بالبسبوسة، وزي ما انتوا شايفين كده الخليط بتاعها ولا هو سايل ولا هو متماسك قوي. بليت ايدي بلة بسيطة جدا من المية، وبعد كده بسويها بالشكل ده. احنا عايزينها متساوية جدا عشان تطلع معانا زي ما هتحطيها زي ما هتخرجيها. يعني لو حطيتيها مش مظبوطة هتطلع برضو معاكي مش مظبوطة. بلة بسيطة كده، بلي ايدك بلة بسيطة من المية وساوي، هتلاقي اتساوت معاكي بكل سهولة. اي مكسرات بقى انت حابة تضيفيها، سوداني، بندق، لوز، اي حاجة انت حباها ضيفيها، ولو مش حابة خالص ما تضيفيش. بس وانت بتضيفي المكسرات لازم تضغطي عليها علشان ما تطلعش معاكي بعد التسويه. دخلناها الفرن، وتعالوا نحضر الشربات بتاعنا. معانا كوبايه ونص من السكر، عليهم كوبايه ونص من الميه، وشرايح ليمون، وهنرفعهم على النار. اول ما يغلوا هنحسب 5 دقايق بس، وبعد كده هنضيف عليها معلقه سمنه بلدي، وكمان معانا كيس من الفانيليا. بعد كده البسبوسه هتطلع معانا من الفرن وهي سخنه، والشربات بتاعنا سخن جدا. هنسقي البسبوسه على طول وهو بيغلي. بعد كده بقى تعالى اقول لكم على طريقه التسويه. طبعا احنا هندخلها على فرن يكون ساخن قبلها ب5 دقايق بس، وهندخلها في الرف الوسط على درجه حراره 180، وهنسيبها لحد ما يبقى لونها ذهبي فاتح قوي. وبعد كده نشغل الشوايه تاخد لون بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. جربوها هتعجبكم جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والمتابعه.